السلام عليكم. حبايبي حبايب قلبي، طلبة تالتة إعداد، أهلا بيكم في الليلة الأخيرة، ليلة العيد، الليلة النهائية إن شاء الله لينا مع بعض الترم ده. الحمد لله بعد ترم طويل وصعب ومليان بالمغامرات، النهارده وصلنا لنهاية الرحلة في الترم الأولاني. النهارده إن شاء الله مع بعض معانا ليلة الامتحان على اليوتيوب، تمام؟ ان شاء الله باذن الله باذن الله لا تقل اهميه ولا تقل حماسه ولا تقل معلومات عن مراجعه السنتر، تمام؟ ان شاء الله عشان ما نطولش مع بعض باذن الله معانا مراجعه قصه بامر الله، هيبقى في فيديو خاص بالقصه، تمام؟ وان شاء الله الفيديو ده خاص بحل على كل اجزاء المنهج وشرح كل اجزاء المنهج برضو وتحويلات كل تحويلات المنهج كل حاجه. طيب عشان ما اطولش عليك نبدا الاول بالسؤال الاولاني هو الاختيار. خلاص؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما هو واضح كده بيقول لك ايه؟ have purpose is to be polite، الهدف من ان هو يكون طيار. the word purpose، الكلمة purpose ديت اللي هي معناها هدف، تمام؟ كلمة purpose دي اللي معناها هدف، هي معناها في الجملة هنا بتساوي كلمة goal، بتساوي كلمة goal. I have 5 siblings، أنا عندي هنا 5 أشقاء سواء صبيان أو بنات. كلمة siblings هنا معناها sisters and brothers. طيب their health، صحتهم had improved، تحسنت مؤخرا. كلمة lately هنا مؤخرا بتساوي كلمة yet، بتساوي كلمة yet. the bond، العلاقة هنا أو الرابط ما بين البراذرز make them strong، بتخليهم أقوياء أكتر. كلمة bond هنا بتساوي كلمة connection. عايزك كده توقف وتحل معايا، طبعا ده الفيديو اللي بنتفرج عليه اخر حاجه بنذاكرها ان شاء الله. هي ترايد، بيحاول ان هو solve the problem، يحل المشكله. هنا هي solve هنا معناه بيحاول ان هو find، يلاقي solution، يلاقي حل. عايزك كده تركز معايا قوي، كل حاجه بتحل. he is greedy، هو شخص طماع and selfish واناني. we live، احنا عايشين هنا في عالم ايه؟ التكنولوجيا اللي بتتطور وبتتحكم فيه، يبقى modern world. ده هوتل، الفندق هنا looks very، يبدو ان هو شكله attractive جدا، جذاب جدا. before the interview، قبل المقابلة he was very، كان متوتر جدا، يبقى nervous، كان قلقان من الأسئلة اللي هو هيتسألها. a truly student can think of new ideas، الشخص الطالب الكويس هو اللي بيقدر يفكر في أفكار جديدة، فهتبقى creative. ده strong connection، العلاقة الكويسة ما بين الناس تعتبر bond، رابط. إذا ماشين هو الجهاز اللي كان move and do tasks، بيقدر يتحرك ويعمل مهام، هو الروبوت. تاسك طبعا دي أسئلة مهمة جدا يا جماعة، لأن أسئلة جاية من التقييمات ومن كتاب المدرسة. التاسك المهمة أو السيتويشن، موقف اللي تستس بيختبر قدرة حد، هو التشالنج، التحدي. the main problem، المشكلة الرئيسية in story، في القصة is called، بتسمى conflict، صراع. 15 means to keep things equal or in the right amount، انك تتحرك كل الحاجات مع بعضها او في اتجاه صحيح، ده يعتبر balance. mean the ability، هي القدرة to make، انك تبتكر اشياء جديدة، creativity. mean the ability، القدرة انك understand، تفهم وتشير someone's، وتشارك مشاعر الانسان، يبقى empathy اللي هي التعاطف. mean the guiding people، انك ترشد الناس solving problems، وتحل المشاكل and working for the common goal، وتشتغل هنا لهدف معين، هي القيادة leadership. ايه الكلمة اللي انتم؟ ولا انتم ديت يعني عكس كلمة stressed، مضغوط، هتبقى relaxed. old fashioned، موضة قديمة، والتراديشنز هنا تعتبر synonyms، الاتنين بيساووا بعض. كلمة solution، حل، الانتم هي العكس لكلمة problem. abnormal، غير طبيعي، الانتيوم هي عكسها كلمة normal. the antium العكس لكلمة interesting، ممتع، هتبقى boring. mad gives the same meaning، كلمة mad هنا مجنون، بتدي نفس المعنى لكلمة crazy. the opposite of fair، عكس كلمة fair اللي هي عادل، هتبقى unfair. ايه السفكس؟ وقلنا السفكس دي اللي هي حروف بتضاف في آخر الكلمة. السفكس لكلمة health عشان تبقى هنا adjective وتبقى صحي healthy. البريفكس الار اي هنا لما بنضيف لكلمة retell معناها ان هو again، يعيد صياغة او يعيد رواية او يعيد حكاية. this prefix proto،
كلمة بروتو هنا في كلمة بروتوتايب هي مقصود بها الفيرست، الحاجة الأولانية اللي هي بتتعمل. تمام؟ طيب ار اي بريفكس ار اي ان ميس اندرستاندينج معناها هو المفروض اللي عايز مس، هي عايز يقول كلمة مس هنا بتدي المعنى كلمة wrongly. تمام؟ كلمة wrongly. ركز كده مع بعض، نكتم الصوت خالص عشان نركز. طيب we add the prefix، البريفكس اللي احنا بنضيفه في كلمة patient عشان نجيب العكس impatient. اتمنى في الوقفة دي تكون انت حليت شوية كده. students الطلبة كانت were excited to hear about the Grand Egyptian Museum، كانوا مثيرين جدا. were excited كانوا فرحانين جدا. we add the suffix، السفكس اللي احنا بنضيفه لكلمة understand عشان نخليها صفة فتبقى understanding. تمام. في ناس هنا في واحد تقول لك exciting، لا يا اولاد كلمة exciting دي خلاص كلمة مثير بس بتيجي مع غير العاقل، اما كلمة excited دي بالاي دي بتيجي مع العاقل، والطلبة طبعا عاقل عشان بس محدش يقول لك لا هي exciting، لا يا حبيبي. طيب to turn the adjective عشان نحول الصفة بتاعت critical into adverb هتبقى critically. تمام؟ I-L-Y. you have هتبقى ال-Y بس اهو، في هنا ال في الاخر اصلا. تمام؟ ال-Y critically. you have to stay، انت مضطر تقعد in او stay in touch، تبقى على تواصل مع عائلتك. ده Egyptian policeman، البوليس المصري هنا دايما بيحافظ علينا في امان keep us safe. عمر and his group، عمر والمجموعه بتاعته روت كانوا بيدونوا كل حاجه هم بيلاحظوها روت داون. حسن قرر ان هو يتحمل المسؤوليه take responsibility. الذكاء الاصطناعي artificial intelligence بيسمح للروبوت ان هو هنا يعمل قرارات او ياخد قرارات make decisions. great projects المشاريع الكبيره are هنا تم تنفيذها في مصر دلوقتي are carried out يتم تنفيذها يعني. you shouldn't ما ينفعش ان انت your time ان انت playing games and watching او تقضي وقتك في لعب الالعاب وتتفرج على التلفزيون. طيب ده كده اول سؤال واهم 40 سؤال في الاختيار. my friend ليلى، صاحبتي ليلى has been on a journey، كانت في رحلة في اكتشاف النفس. she learned that، هي اتعلمت ان her true identity، اتعلمت انها هويتها بجد identity. it's about who she really is inside، هي من جوه عاملة ايه. she now هي دلوقتي بتركز على focuses. تمام؟ اتنين اهو. طيب بعد كده strengths like being قال هي تكون good listener. تمام؟ رقم 3 تبقى good listeners. this process هذه العملية have helped her ساعدتها ان هي gain more تحصل على الكثير من الكونفيدنس اللي هي معناها جدع الثقة. reading stories قراءة القصص هي طريقة كويسة جدا to learn انك تتعلم. it helps us بتساعدنا كمان explore نستكشف different cultures ثقافات كتير and points of ونقط من ال points of moral تبقى واحد. when we see characters face challenges لما هنا بنشوف الناس بتواجه التحديات we develop احنا بنطور ايه for them we develop empathy for them. stories كان كمان spark، القصص كمان ممكن ان هي تشعل او تثير عندنا الخيال، وبتعلمنا كمان ان احنا think نفكر critically نفكر نقديا. تمام؟ اللي بعدها sometimes ساعات لايف الحياة بتعطينا situations مواقف where we must choose لازم نختار فيها الصح. it's always important مهم جدا ان احنا نكون to be honest with others نكون امينين مع الاخرين. because trust لان الثقة is built on trust لان هنا الثقة بتتبنى على الحقيقة. في المدرسة المدرسين should never be ما ينفعش يكونوا مش عادلين unfair. by giving special treatment لازم يعطوا معامله او عن طريق يعني اعطائهم معامله خاصه لطالب معين. لازم طبعا المدرسين يكونوا فير مع كل الطلبه، فير مع كل الطلبه. تمام؟ طيب when preparing for exam اثناء الاستعداد للامتحانات students الطلبه must be لازم تكون
confident واثقة جدا. make good plans بتعمل خطط كويسة for how to study ازاي يذاكرهم. finally في النهاية before speaking قبل ما تتكلم in public a student should feel لازم يكونوا حاسين ده الأخيرة هتبقى confident تمام، واللي قبلها هتبقى must be practical لازم يكونوا ناس عمليين practical. وده طبيعي انك ممكن تحل واحده لغايه مكان واحده، لان ساعات ممكن تبدلهم وساعات مثلا تبقى يعني شايف ان دي صح في المكان ده تمام، تكتشف ان هي اصح في المكان اللي بعده. فدايما خليك مع الجمله للاخر. خلاص طيب نكمل. اخر واحده تو سكسيد ان لايف عشان تنجح في الحياه كل الناس محتاجه تعمل كلير بلين خطه كويسه ذات جايدز اللي هيرشدهم لتوصلوا اللي هم جولز لاهدافهم and daily actions. Sometimes ساعات however people must be flexible الناس لازم تكون مرنة and ready وجاهزة ان هي مثلا ينفع هنا change their ideas when facing لازم يكونوا مستعدين ان هم يغيروا خطتهم في اي لحظة لما يواجهوا حاجات غير متوقعة. It's also important كمان مهم ان انت reduce تقلل التوتر بتاعك شوية، ان انت ممكن تفكر بطريقة اصح. wise person الشخص الحكيم دايما ترايز بيحاول ان هو كنترول يسيطر على العادات السيئة and replace them ويبدلها at the end في النهاية the most useful lesson أهم درس ممكن نستفيده. طيب نيجي بعد كده للسؤال اللي بعده وهو الجرامر. طبعا هيبقى في حصة خاصة بالقصة تمام، ممكن تسمعها كمان قبل دي كمان. ماشي نبدأ في الجرامر. تعالى نمسك واحدة واحدة كده يا أولاد ونشرحها سريعا ونشرح أهم التحويلات اللي فيه. توكلنا على الله كده، عايزك تركز معايا. يلا نمسك واحدة واحدة وحدتين وحدتين نروح نحل عليهم كل التحويلات بتاعتهم، ولو في حاجة ما اتقالتش هنقعد نشرحها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يونت عايزك كده معايا يونت 1 اللي كانت بتتكلم عن زمن المضارع التام. يلا يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم. المضارع التام ده مبدئيا زي ما احنا قلنا قبل كده هي الجملة بادئة بفاعل، فلازم يجي الجملة have وهاز زائد تصريف ثالث، وبعد التصريف الثالث على طول سواء كانت جملة أو نفي أو سؤال بعد التصريف الثالث دايما هتلاقي المفعول دايما حتى لو هي جملة منفية أداة فاعل وhaven't وhasn't زائد تصريف ثالث وبعد كده هتلاقي المفعول. المفعول دايما يا اولاد بعد التصريف الثالث. يعني have played لعب has eaten كل has studied ذاكر have مثلا watched اتفرج عليه او اتفرجوا عليه. دايما بعد have وhas والتصريف الثالث هو ده المفعول. تمام، ده كده جمله مبنيه للمعلوم. انا لو حبيت ابنيها للمجهول هبدا بالمفعول واجيب have وهاز زائد بين والتصريف الثالث ثم باي والفعل. ودي اول تحويل عندي، انه لما يطلب مني بين لازم ابني للمجهول. بمعنى ادينا مستر مثال، يعني لما اقول لك هنا هو تعالي ركز كده معايا، علي has planted tree مثلا in the garden وقال لي استخدم كلمة بين. أول ما تقول لك استخدم كلمة بين اعرف إن هو عايزك تبني المجهول على طول. طيب أنا هدور على المفعول. المستر قال المفعول اللي بعد الفعل التصريف الثالث اللي هي تري على طول. المفعول الكلمة اللي بعد التصريف الثالث على طول، فأنا هبدأ بيها وأقوم قايل تري وأقوم محول هاز والتصريف الثالث لهاز بين وتصريف ثالث. يبقى تري has been planted by والفعل اللي انا بدات بيه الجمله علي in the garden. تمام. طيب نيجي لتكوين السؤال زيه بالظبط. السؤال بيتكون من اداه زائد have او has زائد فاعل زائد التصريف الثالث، وبعد التصريف الثالث دايما هو المفعول على طول، وباقي السؤال بقى عادي. تمام. عايز ابني للمجهول ادي الاداه وبرضه have او has وبدل الفاعل ده
هيبقى مفعول، وبدل التصريف الثالث ده هيبقى بين وتصريف ثالث. ادي المبني للمجهول، وده لو السؤال فيه فاعل. اديني المثال لما اقول لك مثلا where has she اللي هي watched match، اين هي اتفرجت على الماتش. قال لي استخدم كلمة بين، اقول له عادي. ادي where وده هاز المفعول الكلمة اللي بعد watched زي ما المستر قال اللي هي الماتش، وده بين وده التصريف الايه التالت. طيب نيجي للتحويلات اللي بعد كده في هذه الوحده، وهي تحويلات الكلمات الداله. قدامك لو عايز تاخد سكرين ولا حاجه وتذاكر معايا تاني وركز بالله عليك. نيجي الاول لشرح الكلمات الداله سريعا كده. اولا الكلمات الداله اللي هي كلمه just والready ونيفر وايفر. في تحويل عامه لكل ده ان كل دول لما يطلبهم في الجمله يا حبايبي لازم تجيبهم كلهم في نص الجمله المثبته مع المضارع التام. في نص الجمله المثبته مع المضارع التام. يعني تحويله ثابته كده ليهم. لما يقول لي مثلا علي بلايد تنس، ويقول لي مثلا استخدم كلمه جاست او اوريدي او نيفر او ايا كان، اي واحده من الاربعه دول يا حبايبي. بص بعمل ايه؟ انا عارف ان هي بتيجي في نص الجمله المثبته بس مع المضارع التام، يعني الجمله لازم تكون هاف وهاز وتصريف ثالث ومثبت. فانا هقول علي وفي النص كده اهو هاز جاست بلايد تنس. بدل جاست بقى احط اوريدي نيفر ايفر ايا كان انت عايز تستخدم الكلمه الداله ايه. طيب ركز بقى معايا. في تحويله كده حلوه قوي قوي قوي، خد بالك منها. تحويله في كلمه جاست ايه هي؟ ان كلمه جاست دي بتساوي كلمه شورت تايم اجو او مومنت اجو. بس الشورت تايم اجو مومنت اجو ده همت هيجوا مع الماضي البسيط، اما جاست بتيجي مع المضارع التام طبعا. يعني شورت تايم اجو مومنت اجو هتيجي في جمله ماضي بسيط. ازاي؟ يعني لما اقول لك كده علي، احنا بنستخدم علي عشان سريع بقى. علي مثلا علي visited Alex short time ago، وقال لي استخدم كلمة just. اقول له عادي، ما هي short time ago بتساوي في المعنى كلمة just، بس just لما اجي احطها بقى نفسي دي احطها في مضارع تام، يبقى علي has just visited Alex. يعني احنا شلنا short time ago عشان بتساوي في المعنى كلمة just، وجاست حطتها ما بين هاز ومن التصريف الثالث. دي برضه تحويله مهمه جدا جدا جدا. يبقى الاربعه بنطبق عليهم نفس القاعده. بنطبق عليهم نفس القاعده. طيب ما ننساش برضه ان كلمه ايفر ده اهي، خد بالك يا حبيبي كده، ايفر بتيجي في نص السؤال. يعني في الكوريكت لما تلاقي سؤال وعايزك تحط كلمه داله يبقى ايفر. ما تنساش ان كلمه نيفر دي معناها ابدا، وبتخلي الجمله منفيه. وفي حاجه بقى بتجمع بين نيفر وايفر بقى في الكوريكت برضو، جمله جميله قوي 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 ناس كتير ما تعرفهاش. ان نيفر دي بتيجي مع الجمله اللي فيها صيغه مقارنه، اما ايفر بتيجي مع الجمله اللي بيكون فيها صيغه ايه؟ تفضيل. ايفر مع الجمله اللي فيها صيغه تفضيل، يعني جمله فيها مثلا ذا موست، ذا بيست، ذا تولست، اي جمله فيها صيغه تفضيل. انما نيفر مثلا مع الجمله اللي فيها مثلا مور ذان، صح؟ مور وذان، وكلمه تولر ذان، كلمه مثلا بيجر ذان، وهكذا. اي جمله فيها صيغه ايه؟ مقارنه. برضو الحته دي مهمه جدا جدا. طيب كل ده احنا لسه في الوحده الاولى بنتكلم عن تحويلات الوحده الاولى. عندنا كلمه يت لما يطلبها منك بتيجي في اخر الجمله
المنفي، يعني لازم تخلي الجمله منفيه، لازم تخلي الجمله منفيه. يعني لما اقول لك she hasn't eaten yet، لما يطلب منك yet سواء رايت او كوريكت حطها في جمله ايه؟ منفيه، ما تنساش الحته دي. طيب عندنا كمان برضو من الكلمات الداله كلمه since وفور، وسنس دي بيجي بعدها السنه او اليوم او الساعه او الشهر او كلمه last week او last year. اما كلمه فور بيجي بعدها المده، يعني عدد الساعات والايام والشهور والسنين، او كلمه the last week. خد بالك من الحته دي. وعشان تحول من سنس لفور كل اللي بنعمله ان احنا بنطرح. يعني ايه يا مستر بنطرح؟ يعني ايه بس مش فاهم؟ يعني لما اقول لك she has studied English، هي بتدرس انجليزي since 2010، وقال لي استخدم فور. كل اللي اعمله ان انا المفروض اطرح 2010 من 2026 من السنه اللي انا فيها بقى. فانا هقوم اهو she has studied English، تمام. بص for 2010 بقى من 2026 كام سنه؟ ادي 16 وده 17 سنه، 17 years. تمام. لازم عشان تطرح 2010 من 2026 وتطلع عدد السنين بعد كلمه فور. طيب من التحويلات الحلوه قوي قوي في هذه القاعده، عايزك بس تركز معايا كده بالله عليك. بص يا باشا، اي جمله هيجيب لك فيها لاست ويطلب منك since او فور، ركز بالله عليك. اي جمله فيها لاست وعايزك تستخدم since او فور. طيب مبدئيا since دي هيجي بعدها جمله، هيجي معاها جمله في الماضي البسيط. ازاي؟ يعني لما اقول لك مثلا she lost at fish when she went to Alex، دي جمله اهو. she lost at fish جمله في الماضي البسيط وجاي معاها when she went to Alex، وقال لي استخدم since. ركز بالله عليك، ايه القاعده بتاعتها؟ سهله جدا وبسيطه جدا. بتجيب since في النص اهو بدل when، والجمله بتاعت الماضي البسيط ده يا حبيبي بالله عليك تنزل جمله مضارع تام منفي، ونفس الجمله بتنزل ماضي بسيط، نفس الجمله اللي بعد when تنزل زي ما هي. يبقى الجمله دي بتنزل مضارع تام منفي، الجمله الاولانيه اللي قبل كلمه when مضارع تام منفي، والجمله اللي بعد when تنزل زي ما هي. ازاي؟ يعني she lost at fish هتبقى she hasn't eaten fish since نفسها بقى she went to Alex. طلب مني فور، نفس الكلام نفس الكلام. اديك المثال برضو الاول اهو. لما اقول لك علي last played tennis، علي اخر مره لعب تنس مثلا 3 days ago، الجمله تجي لي كده ويقول لي استخدم كلمه فور، اقول له الطبيعي ان انا برضو بستخدم ايه؟ هو عايز فور صح؟ هو عايز فور اهو. فور دي بيجي بعدها المده اللي هو جايبها لي فوق اهو، احطها زي ما هي بس ما احطش طبعا كلمه اجو. والجمله بتاعت لاست تبقى جمله مضارع تام منفي، يبقى علي hasn't played tennis for 3 days. ادي التحويله بتاعت كلمه لاست لما يطلب منك since او فور. since او فور سهله، مفيش فيها اي مشكله خالص اهو. طيب ادي تقريبا كل تحويلات المضارع التام، مفيش بعد كده. ماشي. وفي اي حاجه تانية هنشرحها مع بعض. طيب تعال نشوف كده هو جايب لنا ايه في المراجعه بتاعتنا. بيقول لك اهو she has cleaned، ركز معايا، she has cleaned the kitchen، وعايزك تستخدم كلمه yet. احنا قلنا لازم مضارع تام منفي، يبقى انا هقول له جدع حل معايا بقى she hasn't cleaned the kitchen yet. هنمسك قاعده قاعده ونحل عليها.
طيب عايز كلمه جاست بتيجي في نص الجمله المثبته، يبقى اي فيو مينيتس اجو اهي، اللي هي بتساوي كلمه ايه؟ بتساوي كلمه جاست. جدع، ما لسه قايل شورت تايم اجو ومومنت اجو والكلام ده كله. يبقى اي هاف، حط جاست في النص اهو، ميت ماي انكل. تمام. I have never seen a wall before. انا هنا شفت كلمه اهوت I have never seen، انا ما شفتش wall before. يبقى تقول دي اول مره اشوف فيها ايه؟ شوف اول مره اشوف فيها ايه البتاع، كلمه ever. اول مره اشوف فيها كلمه ايه؟ حوت. طيب تعال نشرح التحويله دي. يلا يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا باشا، اهي لما جمله فيها never، جمله فيها never مع before، جمله فيها نيفر بيفور وعايزني استخدم كلمه ايفر. تمام، بره ايفر. بص القاعده عامله ازاي، بنستخدم ايه؟ بنعمل كده: it is the first time زائد جمله بقى عاديه، الفاعل. جمله نيفر ده تحول لجمله ايفر، الفاعل وهاف او هاز وايفر وتصريف ايه تالت. يا عم اجيب لك مثال بقى غير المثال الموجود هنا اصلا. لما اقول لك she has never watched this film before، هي ما اتفرجتش على هذا الفيلم من قبل. ادي جمله نيفر ومعاها بيفور وقال لي استخدم ايفر، يبقى انا هقوم قايل كده اهو it is the first time. وده الجمله ده اهي، جمله she has never watched ده اهي، تبقى she has ever watched كما الجمله this film. ده اول مره هي تتفرج على هذا الفيلم على الاطلاق او من قبل يعني. تمام، يبقى كلمه edit ذا فيرست تايم جت مع كلمه ايفر اهو، انما هنا كلمه نيفر جت مع كلمه ايه؟ بيفور. فاحنا هنقوم راجعين تاني للحل بتاعنا. خلاص، المهم ده مفيش، بص مفيش تحويله هنسيبها بامر الله. يبقى انا هقوم قايل اهوت it is the first time I have ever seen a wall. بس يا باشا. طيب ذا لاست تايم، ايوه تحويله ذا لاست اهو، وعايز كلمه سينس. حلو، ماشي يا باشا. هحول جمله ذا لاست تايم اي سو كريم ده اهي، اي سو كريم ده اهي، نحولها لايه؟ لمضارع تام منفي. يبقى تقول له اي هافنت سين كريم سينس، سينس مثلا ماي، منذ ايه؟ مايو. بس يا باشا، I haven't seen كريم since May، انا ما شفتش كريم منذ مايو اللي فات. someone اخر تحويله يلا في المضارع، ولسه في تحويلتين كمان في المضارع التام اهو. عايزك تحط كلمه بين، يعني عايزك تبني المجهول. عينيا، المستر قال بعد التصريف التالت المفعول، يبقى هبدا بالمفعول اللي هو ذا كمبيوتر. ماله بقى؟ has been fixed by، والفاعل by someone. تمام يا باشا. يلا they have started new project to build a new school before. تمام، بيقول لك هم بدأوا نيو بروجكت، مشروع جديد عشان يبنوا نيو سكول، مدرسة. تمام، وعايز كلمة نيفر، يبقى هم ما بدأوش مدرسة من قبل. نفس الجملة اهو، دايما نيفر اهو هنقوم قايلين they have never، حط عادي started new بروجكت، تعمل بقيه الجمله عادي، وفي الاخر حط كلمه ايه؟ بيفور. في الاخر حط كلمه بيفور. صعبه؟ مفيش اي مشكله خالص. طيب نبدا في الوحده الثانيه. توكلنا على الله، اللي هي حالات، والحاله الثالثه من اف. مفيش غير تحويله واحده وسهله بقى، واللي جاي كله سهل ان شاء الله. هي كانت اصعب واكتر واحده فيها تحويلات، بس هي الوحده الاولى يعني. يونت 2، الحاله الثالثه من اف. كلنا عارفين الحاله الثالثه دي، تمام، بتتكون من اف وماضي تام زائد
الحالة الثالثة قلنا ماضي تام would have وتصريف الثالث would have والتصريف الثالث، يعني الجملة اللي بعد اف دايما سواء جاية اف في الأول أو جاية في النص فلازم يجي بعدها ماضي تام. اف لو جاية في النص أهي بيجي بعدها الماضي التام اللي هو had وتصريف ثالث وقبلها would have وتصريف ثالث، بس مفيش أي مشكلة خالص خالص يعني. طيب أنا مثلا بحل في الجملة كوريكت فبقول مثلا أهو if she had studied hard لو هي ذاكرت كويس she مثلا وقمت حاطط succeed دي the exam كوريكت مثلا. هقول لك هنا اف جاي بعدها ماضي تام يبقى لازم هنا الناحيه دي تبقى ايه؟ would have وتصريف ثالث، فهي بدل كلمه succeed تبقى would have succeeded. تمام؟ يعني بدل كلمه succeed دي تبقى would have ايه؟ succeed. طيب عندنا بقى في الرايت عشان نحلها في الرايت بص يا باشا ليها قاعده معينه كده عشان تحل اف في سؤال الريرايت. ركز معايا. اول حاجه علينا ان احنا بنشوف الرابط اللي هو جايبه في النص. لو كان الرابط اللي هو جايبه في النص ده كان سو فاحنا بنعمل ايه؟ ما بنشقلبش الجمل بتفضل الجمله بنفس ترتيبها. لو كان جاي بيكوز دي فاحنا المفروض ان احنا بنشقلب الجمله، وهعرفك دلوقتي ازاي بنشقلب الجمله وهديك مثال. طيب تاني خطوه دي اول حاجه. تاني حاجه الجمله اللي هو جايبها لنا مثبته لازم تبقى تنزل الجمله منفيه، يعني يا بنستخدم hadn't وتصريف ثالث يا اما هنستخدم wouldn't have وتصريف ثالث. ولو ركز في اللي جايه دي بقى الجمله اللي هو جايبها لنا منفيه فلازم نجيب بقى في حاله اف اللي احنا بنكتبها جمله بتكون مثبته، يعني يا اما had وتصريف ثالث يا اما would have وتصريف ثالث. صعبه؟ يبقى احنا اول حاجه بنشوف الرابط تمام، ومن خلال الرابط بنشوف هنشقلب الجمله ولا تفضل بنفس الترتيب. خلاص تفضل بنفس الترتيب نبدا بقى ننزل. لو هي جمله مثبته تنزل منفيه يعني تنزل هاد انت وتصريف ثالث، جمله منفيه تنزل مثبته تنزل هاد وتصريف ثالث. هو ده بس كده الوحده الثانيه. نحل يا باشا يلا يلا. بيقول لك هنا خلي كده ايه كل وحده بلون. they had لا they missed the bus because ده طبعا ايه يعني هنشقلب يعني دي الاولى ودي الايه الثانيه. طيب they got up late هم صحوا متاخر جمله مثبته ولا منفيه؟ تقول مصدر مثبته لازم تنزل منفيه يبقى انا هم قايل لك ايه if they hadn't got up late. ايوه لو ما كانوش صحوا بدري they missed اهو يبقى تبقى they wouldn't have missed على طول مفيش اي مشكله بقى. طيب she didn't take umbrella عند الرابط so. طب هو الرابط so ده بنشقلب وما بنشقلبش؟ ما بنشقلبش يعني دي الاولى ودي الثانيه. يلا يا باشا she didn't take منفيه تنزل مثبته يبقى if she had taken an umbrella she got wet دي مثبته ولا منفيه؟ مثبته تنزل منفيه يبقى she wouldn't اهو حتى جايب لك wouldn't اهو wouldn't have got wet. تمام تمام. اللي بعدها نركز يلا they didn't close the window ما قفلوش الشباك so the flies لذلك الدبان دخل. طيب الرابط عنده so برضه مش هشقلب دي الاولى ودي الثانيه و they didn't close دي منفيه تنزل مثبته يبقى if they had closed the window انا ما بكملش بس المكان ياخد the flies came in يبقى the flies دي مثبته تنزل منفيه the flies wouldn't have والتصريف التالت من came come in. تمام تمام. ايه اللي بعده
she didn't have money so برضو الرابط عندي so مش هشقلب، دي الأولى ودي التانية. didn't have دي منفية تنزل مثبتة، يبقى if she had والتصريف التالت من have had برضو if she had enough money. أيوة لو كان معاها فلوس. she didn't buy ما كانتش هتشتري، تمام، يبقى كانت هتشتري لو كان معاها، يبقى she would have bought. ايه اللي بعدها؟ he lost the prize فقد الهلال الجايزه so لذلك برضو مش هنشقلب دي الاولى ودي الثانيه، ولوست طبعا مثبته تنزل منفيه، يبقى if he hadn't lost the prize he wouldn't have والتصريف التالت من was been sad. طيب ايه اللي بعدها؟ I didn't have نفس الجمله بقى، تبقى if I had عشان didn't have منفيه تنزل مثبته، if I had time او enough time، didn't منفيه تبقى مثبته I would have visited them. تمام. نيجي للوحده الثالثه وهي المستقبل، تافهه برضه مفيش فيها اي حاجه خالص. يلا يا باشا. يونت 3 المستقبل. ركز بقى معايا. يونت 3 المستقبل. المستقبل ده بيتكون من ايه؟ المفروض المستقبل بيتكون من will زائد المصدر، او كلمة won't زائد المصدر، وبعد الفعل بيجي المفعول ايا كان بقى الزمن. have played بعد played المفعول، will play بعد will play المفعول، has eaten بعد eaten المفعول، will eat بعد eat المفعول. على طول يا باشا. دي جملة بادئة بفاعل اهو، سواء مثبت او منفي زائد المصدر، بعد كده ايه المفعول. طيب مبدئيا اصلا زمن المستقبل ده كما يدل عليه كلمة مثلا next، كلمة tomorrow، كلمة in the future في المستقبل، كلمة think يعتقد، expect يتوقع، sure، hope. كل دي كلمات لما الاقيها في جملة اعرف ان انا هستخدم في الكوريكت والمصدر. مهم قوي الحتة دي. طيب لو انا عايز ابني للمجهول هبدأ بالمفعول زائد will او won't برضو be وتصريف تالت. انا بدأت بالمفعول اهو جبته في الاول، will والمصدر بقت will be وتصريف تالت زائد باي والفاعل الكلمة اللي انا بدأت بها ايه في الاول. تمام. سهلة جدا جدا. عايز ابني للمجهول، انا هقول لك هنا مثلا my family will build new house، وقال لي استخدم بي. اول ما يقول لي استخدم بي اعرف انك هتبني للمجهول. في الوحده الاولى كان بيقول لك استخدم بين بتبني للمجهول، يبقى هتبدا بالمفعول. مستر اللي بعد الفعل هو ده المفعول. حلو يا يبقى new house will be built by my family. بس يا باشا، بس يا باشا. طيب عايز ابني للمجهول، عينيا الاثنين. عايز ابني للمجهول، عينيا الاثنين. تعال في السؤال بقى نتكلم عن السؤال اهو. في السؤال أداة زائد will زائد فاعل زائد فعل في المصدر، بعد الفعل اقسم بالله المفعول. عايز ابني المجهول، ادي الأداة زائد will زائد المفعول زائد بي وتصريف تالت. في فاعل في will والمصدر، في مفعول يبقى will بي وتصريف تالت. نراجع يا باشا ونحل. يلا.
بيقول لك ان they will not open the shop. الشوب ده المفعول يا باشا من غير ما تكمل الجمله، يبقى the shop won't be opened. تمام؟ يلا. The company will make new website. make ايه اللي بعدها، يبقى a new website will be made by company. will they paint the classroom. بعد كلمة paint بعد الفعل المفعول، عايزك تبني المجهول. will لازم يجي بعدها المفعول، يبقى will the class room be. ما هو في مفعول يبقى لازم will be وتصريف will be painted. تمام. someone will cook dinner. يا ابني بعد cook المفعول، لا يبقى الدينر will be cooked. تفهم. the city will build. يا ابني ما هو بعد build المفعول، يبقى a new library will be built. robots will do many difficult. يا ابني بعد الدو يا ابني المفعول، الله يبقى many difficult. عايزك بقى تحل لوحدك بقى وانت بتحل معايا كده. many difficult ايه؟ tasks مالها will be done. صعبة؟ طيب نخش في الوحدة الرابعة اللي هي بتاعت الضرورة والإلزام. خلاص يا باشا بنخلص اهو. عايزك بس تركز معايا. يونت 4. يونت 4 ركز يا باشا معانا. أول حاجة الإلزام. لو أنا عايز ألزم حد بحاجة فكنا بنستخدم must أو mustn't. طبعا لازم يجي قبلهم فاعل اللي غالبا بيبقى يو، ولازم يجي بعدهم فعل فين؟ في المصدر. تمام. يعني أنا بلزمك بس أنا أقول لك يو must مثلا مثلا you must study لازم تذاكر، او اقول لك مثلا you mustn't speak loudly عشان كده بصوت عالي in library في المكتبة. تمام. طبعا الالزام ده بيجي من يا اما بلزمك بقانون يا اما بحذرك من خطر. دول اهم استخدامين للالزام. طيب ركز بقى. في طبعا كلمات المفروض ان انا لما اشوفها بحذفها وبستخدم must وmust، زي مثلا it is necessary. ركز بقى في الكلمات to. عندك it is forbidden ممنوع، او it is banned to. لما اقول لك it is against انه ضد the law القانون. في كلمات مثلا اللي هي isn't و aren't allowed to. كل الكلمات دي على طول بتساوي must و mustn't في الريرايت. اديني مثال. يعني لما اقول لك مثلا it's forbidden ممنوع to park here، ممنوع انك تركن هنا، وقال لي استخدم كلمة mustn't. يبقى انا هقول له بحسب الكلمة الدالة ده اهي it's forbidden to، واقول له you mustn't park. المصدر اهو، مفيش بقى you mustn't to، you mustn't والمصدر على طول. you mustn't park ايه؟ here. ما ينفعش انك تركن هنا. طيب ادي اول واحدة اللي هي الالزام. تاني واحدة اللي هي، ركز كده معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. ركز يا باشا. نيجي بعد كده لرقم 2 وهي النصيحة. لو عايز اعطي نصيحة بعطي نصيحة بكلمة should او shouldn't، والاتنين بيجي بعدهم فعل في المصدر، وطبعا لازم يكون قبلهم فاعل اللي غالبا بيبقى كلمة ايه؟ يو برضه. طيب في برضه شوية كلمات بتساوي برضه
should و shouldn't اللي هم لما اقول لك it is good idea to فكرة كويسة. it is important to. في حاجة اسمها برضو if I were you I would بتساويها يعني بتشيل الكلام ده كله وبتستخدم you should. تمام. برضو بتساوي كلمة you had better. كل دي كلمات بتساوي ايه؟ should و shouldn't. اديني مثال. لما اقول لك it's a good idea to sleep early. وما ايه اللي استخدم كلمة should. خلاص يبقى اشيل الكلمة دي كلها على بعضها وأقوم قايل له you should sleep early. تمام؟ تمام. ده كده خلصنا برضو should. نيجي لرقم 3 وهي القدرة. كلمة يستطيع. عندنا كلمة كان وكلمة كانت وبرضه بيجي بعدهم فعل في المصدر ولازم يجي قبلهم فاعل كان وكانت. تمام. برضه بستخدمها في كلمة يستطيع ولا يستطيع وبرضه ليهم كلمات بتساويهم. زي مثلا عندك مثلا كلمة كان دي بتساوي am وis وare able to. وكانت بتساوي am not وisn't وaren't able to. والاتنين دول بيساووا كلمة اسمها have وركز في التركيب ده have وhas ability to. كل ده برضو الكلمات بتتشال اهي وبستخدم بدالها كان وايه وكانت. تمام. تمام جدا. نيجي للحته الاخيره في القاعده دي وهي الروابط. ان احنا كان عندنا رابط التناقض اللي هي although اللي هي معناها الرغم من بتساوي even though بيساوم كلمة but وكلهم معناهم على الرغم من وممكن يساووا كلمة while. ولو بدأنا الجملة بon one hand دي كده في بداية الجملة لازم تجيب في نص الجملة on the other hand دي كده في نص الجملة. يلا باش نحل على الوحدة ديت واحنا مطمنين. It's a bad idea. فكرة سيئة. فكرة سيئة انك تتكلم بينما المدرس يكون بيشرح. يبقى انا هقول له you shouldn't ما ينفعش you shouldn't talk while واكمل بقية الجملة. ممنوع انك انت تاخد صور هنا يبقى you mustn't take photos. you have permission انت ليك الاذن ان انت تستخدم الكمبيوتر. كل دي كلمات دالة اهي بتتشال وقوم قايل له you can use the computer now. فكرة كويسة انك تزور الجراند بيرنتس يبقى you should visit grandparents. it's كل نفس اللي احنا قلناه بالظبط. ضروري انك تعمل واجبك يبقى you must do your homework. you have permission to play يبقى you can play. بس يا عم. نيجي للوحدة الخامسة. الوحدة الخامسة مش محتاج اقول لك اصلا عاملة ازاي يعني. الوحدة الخامسة يونت 5 اللي هو الامر. لو انا عايز اعطي امر بص يا باشا. اعطاء الامر هو انك تبدا الجمله بيه. تبدا الجمله بايه؟ بحاجه من الاثنين. يا اما مصدر تمام والمصدر ده بيساوي always زائد المصدر
او انك تبدا الجمله بدونت والمصدر او نيفر زائد الفعل فين؟ في المصدر. دي او دي. تمام؟ مصدر او ايه؟ او دونت والمصدر. مثال مثلا لما اقول لك study your lesson، وقال لي استخدم always بره، هقول له always study your lesson بس. قال لي مثلا don't play in street، وقال لي استخدم never، هقول له never. جدع اللي بتحل معايا. never play in street، اوعى تلعب فين؟ في الشارع. وممكن بقى هنا يقول لي يقوم بادئ لي الجمله بكلمه you should، برضه استخدمها في اعطاء النصيحه، يبقى you should بتساوي المصدر. او يقول لي you shouldn't، تمام؟ برضه هستخدمها هنا في اعطاء النصيحه برضه. يعني ممكن استخدم should و shouldn't في اعطاء برضه ايه؟ الصيغه الامريه. تمام؟ تعال نحل عليها ونشوف بنشتغل عليها ازاي. يلا. you should اهو، سبحان الله والله لسه قايل اهو. you should always work to plan، انا ممكن اقول له always work المصدر to a plan. تعال نعمل بلون تاني عشان نختلف كده. يلا اهو always work to a plan. طيب you shouldn't cyber bully، اوعى تتنمر على الاخرين، يبقى don't cyber bully others. never speak، اوعى تتكلم مدرس بيتكلم، don't speak. وكان بقيه الجمله don't share، بشيل don't واقوم قايل له never share. you should be، اشيل you should واقول له be polite. تمام؟ don't waste، اوعى تضيع وقتك، اشيل don't واقول له never waste electricity. تمام؟ نيجي بعد كده للوحده الاخيره واللي هي المباشر والغير مباشر، اللي هي الوحده اللي انتوا بتخافوا منها يعني. لا تافهه والله. بص يا باشا، يلا نيجي ليونت 6 الوحده الاخيره. يونت 6 المباشر والغير مباشر. ركز معايا. توكلنا على الله. بتخاف انت منها انا عارف. ماشي والله يا ابني تافهه جدا. طيب تعال نتكلم الاول على الجمله اللي هي بتكون المباشر. طيب واحده واحده بس كده. الجمله المباشر دي جمله بتبدا مبدئيا كده يا اما بكلمه سد يا اما بسد تو، ما بتبداش بحاجه ثالثه. يا سد يا سد تو. سد ديت يعني شخص واحد هو اللي بيتكلم، اما سد تو ده هنا بيكون قبلها شخص وبعدها شخص اخر. بعرف الجمله المباشر لما الاقي اقواس يا حبيبي. لقيت اقواس يبقى الجمله دي مباشر، ومادام لقيت اقواس لازم الجمله تكون زمانها مضارع. يعني اي جمله داخل اقواس لازم تكون زمانها مضارع. يعني ايه يا مستر؟ يعني الجمله داخل اقواس تكون مضارع بسيط، يعني مصدر او مصدر باس. الجمله داخل اقواس تكون مضارع تام، يعني هاف او هاز وتصريف ثالث. الجمله داخل الاقواس تبقى مضارع مستمر، يعني قام واز وار وفعل اي ان جي. ايوه زي ما انا بقول لك كده. الجمله داخل الاقواس تبقى ويل ومصدر او كان ومصدر. ممكن الماضي الوحيد اللي يكون داخل الاقواس هو الماضي البسيط. يعني ممكن الماضي البسيط يجي داخل الاقواس. اهم حاجه انا بعرف الجمله المباشر ازاي؟ لما الاقي اقواس. لقيت اقواس يبقى لازم في الكوريكت لازم اخلي الجمله مضارع. في الكوريكت
لازم اخلي الجمله يا حبيبي مضارع. بالله عليك ركز في دي، اي جمله مباشر لازم نخلي الجمله مضارع. يعني هي لو جايه لي ماضي ارجعها مضارع من نفس النوع الماضي اللي هو جاي. يعني لو جاي لي ماضي بسيط ارجعها مضارع بسيط، جاي لي ماضي تام ارجعها مضارع تام. ازاي؟ تعالى وانا اقول لك. بص يا باشا، انا لما اقول لك بمنتهى البساطه كده اهو، علي said I had studied. اول حاجه هقول لك بص لي الجمله دي مباشر ولا غير مباشر؟ هتقول لي مباشر يا مستر. عرفت ازاي ان هي مباشر؟ في اقواس يا مستر. طب يا ابني الجمله المباشر دي بتكون ايه يا ابني؟ هتقول لي مضارع يا مستر. طب هي دلوقتي جايه ايه؟ جايه ماده طام يا مستر، هاد وتصريف ثالث، صح؟ رجعها للمضارع التام تاني يا باشا. يبقى بدل كلمه هاد اهي هتخليها لي ايه؟ هاف. على طول كده من غير تفكير. جاي لي مثلا واحده ثانيه، لما اقول لك مثلا علي برضو said I was watching match. انا كنت بتفرج على ايه؟ على الماتش. تمام؟ يا ابني الجمله دي مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر يا باشا. مش هعرفك يا باشا عشان في اقواس. لازم تكون ايه يا ابني؟ هتقول لي مضارع. طب هي was دي مضارع؟ تقول لي لا، رجعها بقى مضارع تبقى I am. تمام؟ اي جمله داخل اقواس لازم تكون مضارع اهو بالبنط العريض كده اهو. اي جمله مباشر داخل الاقواس هي جمله ايه؟ مضارع. تمام؟ وسد شخص واحد سدته شخصين. طيب تعال بقى نحول لهذا الكلام للغير مباشر. يلا يا باشا طلع فوق كده اهو، ركز معايا. الغير مباشر اللي هو يطلبها منك بقى، اول خطوه كلمه سد بتفضل سد زي ما هي مادام هو شخص واحد اللي بيتكلم. اما سد تو بتتحول تبقى told، وهو اصلا بيبقى جايبها لي بره told. تمام؟ ادي اول خطوه. او انا بقى في الكوريكت بستخدم told دي لو شخصين بيتكلموا، وهنحل كوريكت دلوقتي. المنهج كله هيتحل عليه ما تقلقش. طيب رقم 2. تمام؟ انا دلوقتي اهوت ايه؟ حولت كلمه سد زي ما هي، وسدته بقت told. تمام؟ تاني خطوه بنحذف الاقواس بتاعه المباشر ونربط الجملتين بكلمه ايه يا حبايبي؟ بكلمه ذات. يعني فوق هنا علي سد اكتب كلمه ذات، علي سد واكتب كلمه ذات. تمام؟ تمام. تعال اديك الاول ايه؟ جملتين مباشر كده عشان نشتغل عليهم. ركز معايا. لما اقول لك مثلا علي سد تو هبه I am eating fish. تمام؟ وعندي واحده مثلا تانية علي said I have watched film. تمام؟ يلا يا باشا. كلمه سد دي بتفضل سد زي ما هي، سدته زي ما قلنا بتتحول تبقى كلمه told. تمام؟ بعد كده بنحذف الاقواس دي. خلاص؟ بنحذف الاقواس دي. تمام؟ ونربط بكلمه ايه؟ ذات. يعني نربط الجمله دي بالجمله دي والجمله دي بالجمله دي بكلمه ايه؟ ذات. ادي رقم 2. رقم 3، ركز بقى معايا، ركز في الحته دي. بنحول الضمائر حسب اللي بدأ الكلام. يعني اي بدأت بيها الجمله دي تتحول اهي. لو ولد بتبقى هي، لو بنت هتبقى كلمه شي، ولو جمع بتبقى كلمه ايه؟ زي. بالله عليك ركز في دي. خلاص؟ بالله عليك ركز في دي. خد بالك بقى من حته الروابط دي، مهمه جدا جدا جدا. طيب احنا قلنا اي في بدايه الجمله زي اي ام ايتنج كده، واي هاف واتشد بتتحول اي حسب اللي بدا الكلام. يعني اللي بدا الكلام ولد يبقى هبدا اقول هي بعد حذف الاقواس والربط بذات. يعني اقول مثلا علي تولد هبه ذات هي على طول، علي سيد ذات هي على طول. تمام؟ يبقى لو ولد اللي بدا الكلام هي، بنت اللي بدات الكلام هقول شي على طول. ما ستودنتس مثلا تولد مي هقول ذات زي. اي مجموعه بتبقى ذي، وغالبا بتبقى هنا ايه؟ في كلمه
فوي دي بتتحول تبقى كلمة زي. طيب ركز بقى برضو في تحويل الضمائر في الحتة دي. لو كلمة ماي موجودة في نص الجملة، لو هي عايدة على ولد فهتبقى هز. كلمة ماي دي لو عايدة على بنت فهتبقى كلمة هير. كلمة ماي لو عايدة على جمع فهتبقى كلمة ايه؟ زير. طيب بص لدي بقى، كلمة مثلا مي لو ولد فهتبقى هم. كلمة مي لو عايدة على بنت فهتبقى هير للمفعول. مي دي لو عايدة على مجموعة بس بتبقى مي أو أص، لو هي جمع بتتحول تبقى كلمة إيه؟ زم. خد بالك من تحويل الضمائر دي بالله عليك. طيب نيجي لبقية التركيب. نيجي بقى للنقطة رقم 4، وهي دي النقطة الأهم في كل ده. 4 إن إحنا بنحول كل ما هو مضارع داخل الأقواس لازم يتحول إلى ماضي، ولازم يكون من نفس النوع يا حبيب قلبي. تمام؟ يعني لو داخل الأقواس مضارع مستمر جايب مصدر أو مصدر بإس، فالمفروض إن ده بيقوم متحول إلى ماضي بسيط اللي هو تصريف تاني. لو داخل الأقواس مضارع مستمر اللي هو ام واز وار وفعل اي ان جي، بيتحول يبقى ماضي مستمر اللي هو ووز ووير وفعل اي ان جي. لو داخل الاقواس مضارع تام اللي هو هاف وهاز وتصريف تالت، لازم يتحول يبقى ماضي تام اللي هو هاد وتصريف تالت. تمام؟ لو داخل اقواس ماضي بسيط، ماضي بسيط اللي هو تصريف تاني، بيتحول يبقى ماضي تام برضه. تمام؟ خد بالك من التحويل دي مهم قوي. لو داخل الاقواس ماست بتتحول تبقى هاد تو، ولو هي قانون جايه مع قانون فتفضل ماست زي ما هي. خد بالك من دي بالله عليك، تفضل ماست زي ما هي. نيجي للنقطة رقم 5، وهي تحويل الكلمات الدالة. رقم 5 تحويل الكلمات الدالة، اللي هي أولا عندنا كلمة ناو دي بتتحول تبقى كلمة زن. طب في الكوريكت أنا لما ألاقي زن أهو بختار ماضي مستمر. ركز بالله عليك، ناو داخل الأقواس ده مع المضارع المستمر أصلا، فناو بتتحول لزن. زن بقى في الكوريكت انا لما الاقي في الجمله في اخرها زن اختار ماضي مستمر وظهر وفعل اي ان جي. طيب كلمه مثلا يسترداي اللي هي بتدل على الماضي البسيط، او لاست ويك، دول بيتحولوا يبقى ايه؟ ذا داي بيفور او ذا بريفيوس داي. انا بقى لما الاقي دول في كوريكت لازم اخلي الفعل ماضي تام اللي هو هاد وتصريف وكل ده هيتحل دلوقتي ما تقلقش. يبقى انا لما الاقي يسترداي داخل الاقواس اخرجها في الغير مباشر ذا داي بيفور. انا بقى لو لقيت ذا داي بيفور اخلي الجمله ماضي تام، اخلي الجمله ماضي تام. طيب كلمه مثلا تومورو او نيكست ويك، اي حاجه فيها مستقبل، المفروض دي بتتحول تبقى the following مثلا day او the next day او the day after او the week بقى او the year. دول بقى انا لما الاقيهم لازم اخلي الفعل اللي قدامي وضو الايه والمصدر. تمام؟ يبقى انا اشتغلت اهو ده كله رايت، ودول بختار او دول بخليهم في الكوريكت كده. تمام؟ طبعا في كلمات تانية بقى زي كلمة this بتحول لكلمة ذات، وكلمة زيس تحول لكلمة زوس، وكلمة مثلا هير تحول تبقى كلمة زير، وكلمة يت بتبقى باي زن، وكلمة اجو تحول لكلمة بيفور، وكلمة تو نايت تتحول تبقى كلمة ذات نايت. تمام؟ يلا باشا كده خلصنا شرح المنهج كله.
نبدا بقى ايه نحل على الوحده الاخيره. طيب I can't open the window، يبقى على طول she said that، she said حذفت الاقواس ربطت بكلمه ذات، هتبقى she عشان اللي بدأ الكلام هي واحده، she said that she وكانت هتبقى couldn't، واكمل بقيه الجمله ما دام مفيش حاجه ثانيه تتحول. طيب they said يبقى they told me، هو قال لي step told me، وهتبقى ايه؟ هربط الاول بذات واقول they. وار studying مضارع مستمر، يبقى were studying ماضي مستمر، وفي بقيه الجمله عادي، وكلمه now في الاخر تبقى كلمه ايه؟ then. تمام. عايزك بس تركز معايا بالله عليك. بيقول لك I have just eaten lunch، احمد said، اهو احمد said ذات، حذفت الاقواس وركب ذات. احمد اللي بدأ الكلام لازم نجيب هي، وهاف وايتن تبقى ماضي تام، يبقى had just eaten lunch. I made travel، يبقى he said that. I هتبقى he، ومي ومصدر بتبقى might travel، ونكست ويك هتبقى ذا next week او the week after او the following week. طيب كلمة must شوف اتحولت ليه؟ لهاد تو، يبقى she said that. هتبقى she عشان اللي بدأ الكلام واحدة، وmust هتبقى had to وزي ما هي study harder. lost هنا ماضي بسيط، يبقى he said that he على طول اهو. lost ماضي بسيط تتحول تبقى ماضي تام، had lost. وماي هتبقى his عشان هو ولد اللي بيتكلم، وthis morning هتبقى that morning. تمام. هنا بقى جايبين شويه جرامر بقى ايه على المنهج كله، عايزك بقى تركز معايا كده بالله عليك. هنراجع على المنهج كله تاني اهو. زي جود ذا فيرست برايز، هم جابوا ميداليه، حصلوا على الميداليه بيكوز. قلنا لما يكون الرابط بيكوز بنشقلب، دي الاولى ودي الثانيه. زي وير كليفر دي مثبته تنزل منفيه، يبقى اف ذي وير مثبته فهتبقى هادنت، والتصريف الثالث من وير بين كليفر. زي جود فيرست برايز دي مثبته تنزل منفيه، يبقى زي wouldn't have got. they will send the house، عايز نبني المجهول هبدأ باللي بعد الفعل، يبقى the house will be والتصريف الثالث sold. it's necessary to بتتحذف ونبدأ بmust، يبقى you must wear كذا. even so هي although هنشيلها ونبدأ بكلمة although وتحط نفس الجملة. although برضو هي while، يبقى تحط while she is clever، حط بقية الجملة. I advise أنا بنصحك أن لا تقضي وقت كبير على الشاشة، أهو تشيل دي كلها وتقوم قايل له don't زائد المصدر spend كذا. my seeds أهو ولا يهزك يا باشا خالص. عايزك بس تحل معايا وتستفاد. my friend اسبقني يلا، said that اسبقني يلا، تمام. they are going مضارع مستمر، يبقى were going. today في الآخر هتبقى that day. he said يلا باشا اهو he said that he has mended مضارع تام تبقى ماضي تام، had mended the car. she has visited عايز yet بتيجي في آخر الجملة المنفية، يبقى she hasn't visited أسوان yet. عايز just اللي بتساوي short time ago، سهلة أوي، يبقى they have just watched TV. عايز برضو هنا في اهي عشان شقلب، صح عشان شقلب، دي الأولى ودي الثانية. زي didn't arrive دي منفية تنزل مثبتة، يبقى if
she had arrived early. she didn't منفية تنزل مثبتة، يبقى she would have caught متصل التالت من catch. طيب they will use robot، اللي بعد use هي الفاعل هي المفعول، يبقى الروبوتس will be used. she want to cook lunch، اللي بعد cook هي المفعول، يبقى اللانش won't be cooked. you aren't allowed هي you mustn't وبارك على طول المصدر، اوعى تجيب دي mustn't و mustn't too. he is too young to walk، هنا هو صغير جدا لدرجه ما يقدرش يمشي لوحده، يبقى هي بص كلمه تو ديت تمام، او الجمله دي معناها على بعضها ان هو ما بيقدرش يعمل حاجه، خلاص، يبقى he can't walk alone. اكتبها لك يا باشا في الايه في الشرح بتاعنا. تعالى لما اقول لك في النوتس بتاعتنا اهي، ركز كده يا باشا، ان قاعده تو صفه تو ده اهي بتساوي كلمه كانت، بتساوي كلمه كانت، تمام. the last step هتبقى finally في النهايه، finally the last step is to turn يبقى you must او you should turn off the lights. تمام. نبدا بقى نحل على نفس الجرامر ونفس الشغل ده كله، بس نحل بقى ايه correct. هنا بدل since هنستخدم for عشان بيجي بعدها عدد سنين. a lot of trees شجر كتير بيتزرع، يبقى have been planted. we live in this كلمة recently دي بتدل على المضارع التام، يبقى لما الاقي recently اخلي الجملة مضارع تام، يبقى we have lived. have you ده سؤال، انا قلت لك لما تلاقي سؤال في correct بتخليها ever. they have هم عمرهم ما راحوا، يبقى they have never. he has left just لا just left، لان just بتيجي في النص ما بين التصريف الثالث وما بين has. the ground if it في if اهو جاي بعدها ماضي تاني، يبقى لازم نخليها would have been. عندي if اهو ماضي تاني، يبقى لازم تبقى would have. يعني هنمسك واحده واحده تاني من الاول نحلها بقى على correct. if you if اهي جايب لازم يجي بعدها ماضي تاني، يبقى had listened. عشان مراجعه يا باشا من الاخر يا باشا. if I برضو بعدها ماضي تاني، يبقى had. هنا if جاي بعدها ماضي تاني، لان الناحيه ديت هتبقى would have caught، would have وتصريف تالت. if I had عايزها ماضي تام، فيبقى had. the car العربيه هنا الوحده الثالثه المستقبل، العربيه بتتصلح، يبقى will عشان العربيه دي مفعول، يبقى will be fixed. the test خلاص هو الامتحان بيجهز، لا بيتجهز، يبقى will be prepared. the invitation cards دعاوي الفرح بتطبع، will be printed. the exam will be هو جايب لك will be يبقى لازم تصريف ثالث corrected. هنا العربيات بتستخدم will be used. الهوم وورك بيتعمل will be done. هنا عايزين في كلمة should، تمام، يبقى اقول له shouldn't. الطلبة يجب ان هي stay up late تسهر متأخر، لا يبقى shouldn't stay up late ما ينفعش تسهر متأخر. must لازم بعدها مصدر، يبقى كلمة finish بدل كلمة finishing. because useful على الرغم ان هنا التليفون مفيد بس فيه disadvantages يعني عيوب. هنا نساعد الناس الكبيرة، لا ده احنا يجب you should. لما جملة تبدأ ب on one hand لازم في النص تبقى on the، اعرفها كده على طول
وقلتها في الشرح. تمام. نكمل. didn't لا في اول الجمله don't او never الاتنين صح. start I made sandwich for breakfast لا firstly. تمام. عايز اقول كده يعني. وائل do the homework هنا لما يجيب لك اسم في الاول فهو بيندى عليه يا وائل اعمل واجبك. not waste يعني never waste. helping يعني help في الاول. never stay اوعى تسهر متاخر. my friend said مادام said يعني الجمله دي غير مباشر عشان ما فيش اقواس يبقى لازم has تبقى ماضي had. I said لا هتبقى I told لان في اتنين بيتكلموا مع بعض. هنا برضو كانت مضارع لا تبقى couldn't. هنا في اتنين بيتكلموا وكلام مباشر عشان في اقواس يبقى said to. اتنين بيتكلموا ومفيش اقواس تبقى told غير مباشر. اتنين بيتكلموا في اقواس تبقى said to. ها هنا بيقول لك the day before وذا day before انا قلت لازم لما الاقيها اخلي الجمله ماضي تام يبقى كلمه when had won. عمر برضو هنا شخص واحد بيتكلم يبقى said. داليا has learned English for على المنهج كله تاني. if she had left عشان if بعدها ماضي تام. هنا برضو if جاي بعدها ماضي تام في كلمة won تبقى would have won. تحلها منك 3-4 مرات. the letter will be الخطاب سيرسل مبنية للمجهول. الخطاب هنا مفعول يبقى will be sent. الهل امتى الامتحان هيتصحح يبقى be corrected. ايه I think you انك تاخد راحة في كلمة advise يا اولاد يبقى لازم يدي نصيحة اللي هي كلمة ايه should. هنا بيبدأ بأول الجملة بask برضه not be اللي هي don't be أو never في أول الجملة. she since بيجي قبلها مضارع تام يبقى she has studied. لازم since يجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. انت اصلا since من كمان ده المضارع التام فلازم يجي قبلها مضارع تام. if اسماء if هنا بعدها ماضي تام يبقى had sold. if he had revised. my brother probably من الكلمات الدالة على will يا اولاد. حلوه المعلومه دي. يبقى لازم هنا استخدم will. probably زي كلمه in the future زي كلمه think زي كلمه sure زي كلمه hope زي كلمه expect. تمام. we mustn't مصدر be. he should do. finally we should write introduction هنكتب مقدمة في الأول. firstly أو first she come up with good idea for the project yesterday. الكلمة دالة على الماضي يبقى كلمة came. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية مراجعة ليلة الامتحان. حلينا كلمات حلينا كومبليت شرحنا المنهج كله حلينا المنهج كله رواية كل تحويلات المنهج اتشرحت بتحويلات الكوريكت كمان. شوفوا الشكر على خير ان شاء الله مع بدايه الترم الثاني بامر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يا رب باذن الله موفقين وناجحين وخارجين مبسوطين بامر الله من الامتحان. سلام.